أسس بالعربي. في كتير من المدربين أول ما العميل يقول ما عنديش وقت أو الاشتراك غالي أو أنا جربت قبل كده وما جبتش نتيجة، يفتكر إن العميل بيرفض التدريب. لكن الحقيقة إن دي في أغلب الأحيان مش الأسباب الحقيقية، دي مجرد اعتراضات ظاهرية ووراها خوف من الفشل أو فقدان الثقة أو تجربة سابقة سيئة. أسس بالعربي. هتتعلم إن الاعتراض مش نهاية الحوار، لكنه بداية لفهم العميل. هتتعلم إزاي تكتشف السبب الحقيقي اللي ورا كلامه، وإزاي ترد عليه باحتراف، وتتعامل مع مخاوفه وتبني بينك وبينه ثقة واحترام، بدل ما تدخل معاه في جدال أو تحاول تقنعه بأي طريقة. لأن المدرب الناجح مش هو اللي يعرف يبيع اشتراك، المدرب الناجح هو اللي يعرف يفهم العميل ويحول اعتراضاته إلى دافع يخليه يبدأ ويكمل ويوصل لهدفه. دياس بالعربي.